السلام عليكم عواشر مبروكه. اليوم جيت نشارك معكم بريوات ديال اللوز اللي كيجيو صراحه مقرمشين وبنان، والحشوه ديالهم كتجي لذيذه بزاف. نمشيو للمكونات. عندي نص كيلو ديال اللوز مقلي، وعندي 4 كيلو غير داك طايب في الماء ومقشر وصافي، وعندي سكر كلاصي. يمكن لكم تعملوا السكر سنيده. غنطحن اللوز ديالي، كل واحد غيطحنو بالشكل اللي بغا. انا ما كنبغيهش يجي معلك بزاف، كنبغيه يجي شويه داك اللوز نحس به ملي نكون كناكل. غنزيد السكر تدريجيا، وانا كنذوق على حسب الحلاوه اللي بغيت. يعني انا ما كنبغيهمش يجيو حلوين بزاف، كنعمل السكر قليل. اللي كيبغيهم حلوين يعمل سكر زايد. كنشوف حتى كنجبر بان اللوز ديالي تهرمش او لا تطحن بالشكل اللي بغيت انا. وبهذا الشكل غنعمل حتى نكمل الكميه ديال اللوز اللي عندي كامله. من بعد ما طحنت اللوز المقلي عادي نجوز اللوز غير اللي مسلوق. هذا درت فيه السكر كيف ما شفتوا، غنطحنوا معاه في الاول، العكس ديال اللوز اللي كان عندي ديجا مقلي. هانتوما كيف ما كتشوفوا، وبنفس الطريقه حتى نكمل كميه اللوز اللي عندي كامله. هنا غنضيف ملعقه ونص ديال الزبده. انا عندي مقطعه رقيقه، وغادي نبقى نمعكه مزيان بيدي بهذا الشكل هذا. هنا غادي نضيف القرفه معلقه، والمزهر باش غادي نعجنوا ديك الخليط ديالنا. كنبقى نعجن حتى كنحصل على خليط متماسك. اللوز المقلي ضروري يكون عندنا منشف الزيت مزيان. نسيت ما قلت لكمش هذه المعلومه في الاول. ضروري نكونوا عاملينه في واحد كلينكس من قبل، يعني نشف من الزيت. هذيك كنستخدموا بهذه الطريقه هذه، نعمل على شكل كويرات، ومن بعد عادي نشوف الحجم واش مناسبني ولا لا. انا ما خدمتش بالعبارات، انا خدمت غير على حسب الحجم اللي بغيت انا في البريوات. انا بغيتهم يجيو صغار. هنا عندي نص كيلو ديال الورقه، غنحيد الجوانب وغنقطع هذا الحجم هذا. يعني انا كيف ما قلت لكم من قبل، انا بغيتهم يجيو صغارين. كيف ما تشوفوا غنقطع شويه من الفوق وشويه من التحت، لان الحجم ديال الورقه اللي عندي انا صغير. اذا كان الحجم كبير يمكن لكم تقسموها على النص. كيف ما شفتوا انا نقصت من الكره ديال اللوز لان جاتني حجم كبير.
وانا كيف ما قلت لكم بغيتهم يجيو صغارين. وهذا هو الشكل ديال البريوه ديالي. وبنفس الطريقه عادي نكمل الورقه ديالي كامله. الحشوة في الجوانب كاملين. وهذا هو الشكل النهائي. خرجت لي 8 حبة. وعادي نعملها طيسان خضر، ما كنقليهمش لان جربتهم مقليين ديجا بجميع الاشكال، كيبردوا ملي كنجبدوهم ما كيبقاوش مقرمشين. كنجبد الكميه اللي بغيت وكنقليها في الاخر. كنتمنى